السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني والله. والواحد بيتأخر عنكم بس بيبقى غصب عنه. الموضوع ان انا كنت عند واحد من عتاولة الحمام. كنت عند حد من عتاولة الحمام، العالم اللي هي الحلوة اللي بالصلاة على جمال نور سيدنا الحبيب النبي، يعني شفناهم بيعملوا ايه. فكنت عايز انقل لقطة وخبرة ما يعمل، لان هو العمل اللي عمله فرحني قوي. ولما قريت على الانترنت الراجل ده عمل ايه، لقيته عمل للحمام حاجة في منتهى الجمال. الراجل ده عنده خلاط في قلب الغية، خلاط قطع فيه برسيم، قطع فيه برسيم بس، وحط مية وضرب في الخلاط وصفى، طلعت مية خضرة قوي. لقيته شرب منها هو وابنه وبنته، شرب منها. مش فاكر بقى حلها بعسل حلها بايه، بس قال لي عامله زي عصير القصب، بس انا ما بحبش اصل الحاجات دي. وبعدين حط منها للحمام، نزل منها على زي الحمير، حط منها للحمام نزل على المسقى زي الحمار يشرب. لا ضاف عليها ميه ولا ضاف عليها جن ازرق. فقلت يا الله، طب ايه فوايدها؟ لقيت ان عصير البرسيم بلا ادنى تهريج حديد، بيخلي مخالب الفرد ورجليه لو خربشك اكن نسر هو اللي خربشك. الله، يعني خلاصة الحلقة يا بيرجو عصير برسيم؟ ايوه، خلاصة الحلقة عصير برسيم. ها، مش معنى ان احنا اكلناه للحيوانات معناها ان هي عشبة مضرة. دي فيها فيتامين وكالسيوم وبوتاسيوم واملاح معدنية، هو سيادتك وكربوهيدرات وبيكربوهيدرات ماشي، وفيها منجنيز وفيها صوديوم، فيها حاجات كتير جدا. فيها ال ايه صوديوم، معالجه كيميائيه. فالواحد انا ما بستغربش لان كل الارض بتاعت ربنا بتطلع من حكمته وقدرته وعظمته حاجات حلوه. فياما شفنا ناس بتفرم خيار وعلى كوسه على قته على فاكهه مضروبه وتحطها للحمام، تحط عليها كبشتين رده وكبشتين دقيق وتحطها للحمام وبياكلوا، تحطها للوز وبيلهطوا. زي ما شفت واحد اعزكم الله ايام الرخص بقى، ما احنا بقينا في الغلا والكوى، ايام الرخص جايب ذره مدشوشه، بيبقى فيها بودر كده، الذره المدشوشه بتتباع بالبودر بتاعها اللي هي اتطحنت بيه. فلما عمل الخشن في المصفى رمى الخشن للحاجات الطيور اللي لقطوها، وخد البودره المدشوشه بتاعتها دي، خد المدشوشه قوي دي البودر، وحط عليها وزنها دقيق، وحط عليها وزنها رده، اصل الرده حلوه قوي، وحط على 5-6 رغيفه عيش مبلولين، وفضل يدعك، وراح منزل شويه خضار مفرومين، وراح عامل عصير البرسيم ده. مش قادر اوصف مدى جمال الوجبه اللي اتحطت، اللي خلت الحمام بياكل اكل كله صحي وفيه فيتامينات. انا من زمان، من حوالي 5 سنين، قلت لازم للحمام وجبه طريه غير الوجبه الحطب، غير الوجبه الناشفه. ايه يا برج الوجبه الطريه دي؟ قلت لك يا بابا يا حبيبي، الوجبه الطريه هي عباره عن كل ما هو ينفع يتفرم افرمه، كل ما هو ينفع يتفرم افرمه. دلوقتي بقينا في عصر المخلفات الزراعيه، بعد الاراضي ما بيلموا حاجاتهم بتبص تلاقي بواقي كرنب بال2-3 طن، بواقي كرنب، ورق كرنب واقع مجزوع متكسر ب2-3 طن من جميع الاراضي، فبيفرموه ويعملوه لكم ايه؟ علف. سعف النخل والحاجات دي بتتفرم وتتعمل علف، ورد النيل والحاجات دي لما بتطلع بتتفرم وتتعمل علف. وصلت؟ الفراخ الميته
بتتفرم وتتعمل علف، وصلت، وبتترمي طبعا للسمك او للحاجات اللي هي البرمائيه يعني اللي بتاكلها. فعايز افهمك ان احنا النهارده بقينا في عصر يعني بيئي شويه. تعرف مرتين في الاسبوع تدي الحمام كلفه طريه. اوعى المرتين دول يكونوا ورا بعض او انت تستسهل تديها للحمام على طول، لا، لازم له الكلفه الناشفه ولازمها الكلفه الطريه. ولكن انا الكلفه الطريه دي لما لقيتهم حطوا عليها عصير البرسيم فقت. محدش مننا نبي، محدش مننا بيفهم كل حاجه، محدش مننا ذكي قوي للغايه. في حاجات بنفهمها وفي حاجات بتقع مننا. لما لقيت عصير البرسيم عرفت ان الراجل الذكي ده بيعمل عمليه تعويضيه لكل التحجيق والكالسيوم وكل ده جوه الاكل. من ايه؟ من البرسيم. علو برسيم ب75 قرش ولا بجنيه، قعد معاه المرتين. هو ما بيبص، بس هو من ميزه الراجل انه بيقطعه حتت كده قد العقلتين، وبيحطه في علبه ويشيله في التلاجة وياخد منه على الاربع مرات. يعني بيقعد معاه اسبوعين، مش مرتين كمان. وصلت؟ ده مرتين دي، ومره ممكن لما يكون عنده حمام كتير، اعزكم الله. ففي ناس بتعمل بستله خضراء، منها للشرب، الحمام لما بيشرب منها صحته بتبقى جامده، ومنها للاكل، بيترش على الاكل. فانا قلت اقول لكم جدعانه مني ليكم كلكم، عشان خاطر يعني بالصلاه على النبي. عندكم اعزكم الله الحمار بتشيله طن واتنين طن بيمشي بيهم، ما بيقولكش لا. ربنا مسخره لكده، من قوة الحديد اللي في جسمه، من عنصر واحد بس من عناصر البرسيم. تصدقوا دي؟ الخيول قوتها من الخضروات اللي بتاكلها، وبالذات عنصر الحديد في البرسيم. فاستخلاصا لهذا الكلام عشان نقفل الموضوع، اوعى تتريق على حاجة ممكن يكون فيها الشفاء. ساعات اللي عنده السكر في الشارع، اللي بتجيله غيبوبة سكر في الشارع، بتنجيه أرواحة، بترجعه للحياة. حتة أرواحة في جيب أي حد من الركاب. لو مفيش أرواح، السكر ياكله وتجيله غيبوبة مميتة. وصلت؟ الأرواحة اللي انت بتستهتر بيها، اللي ممكن ملهاش أي لازمة ومرمية في جيبك، بتنجي مريض سكر في المواصلات واحنا ماشيين. تسمع كده ما حدش معاه أرواح ياكلها يفوق، نسبة السكر بيرجع له ولو بنسبة 1%، على بال ما ننزل السوبر ماركت أو أي كشك نجيب له أي حاجة. اوعى تستهتر بحاجة. كل حاجة في الدنيا ليها قيمة وليها قيمة، بالاتنين بالبلدي كده. وصلت؟ هما بيدوك نفس المعنى، قيمة وقيمة. ادخل على الانترنت لو انت قلقان وشوف البرسيم ده فوائده ايه، او عصير البرسيم، او اكتب فوائد عصير البرسيم، وانت تعرف ان اسامه بيرجو ترمز بابا المجال جايب لك كنز اسمه كنز عصير البرسيم للحمام. اهلا مسا عليكم، سلام.